ووصيف لليفربول بالنسبة لفريق البارسا. في المقابل فريق برونو هيد كوتش لفريق بنفيكا لشبونة. فريق بنفيكا المرتبة 16 ب10 نقاط، إذا ما يربحش يلزم ما يخسرش باش يقرب أكثر من البلاي أوف أو الملحق والوصول لدور 16 للكبيرة البرتغالي. هانس ديتر فليك مرة أخرى يختار فليك، مرة أخرى يختار المخضرم أوتاميندي. التسديدة الأولى على المرمى والكرة السهلة من لامين يامال النرويجي أندرياس والمهاجم اليوناني بافيديس. الخطورة الأولى لبنفيكا والهدف الأول لليسبون. 1-0 في أقل من دقيقتين. 1-0 لليسبون. بنفيكا كجول 1-0. هدف الافتتاح من أول كرة يتقدم برونو على فليك. هدف مباغت ولكن من كرة ملعوبة، كرة دارت الأطراف من جهة اليمين من جهة تودي. فريق بنفيكا في دربيات البارسا وملاقاة الريال يلقى دائما فريقه ويتحدى عملاقي الليغا. شوف الكرة كيفاش وصلت، خطأ في التمركز، لعب من أجل الفوز السادس خارج أو على التوالي. خطيرة فرصة وتشال حكيت عليه. شوف الكونتر اتاك اللي حكيت عليه من دقيقة، يمشي بالكرة كاريراس يوزع كرة والهدف الثاني يضيع. مش ممكن. البارسا يجازف، البارسا يلعب بالنار. تمشي كرة ليفاندوفسكي يوصل كرة ما يوصلش. الدفاعي كوندي ممتاز، ترجع الكرة لامين يامال، تحط الكرة لفريق بنفيكا خطيرة وفرصة كبيرة للتعادل. مباراة من نار، 10 دقائق حلوين برشا ممتعين جدا، نستأنس بهذه. سيعاني برشلونة والكرة خطأت، بنفيكا يدافع، البارسا يهاجم وبالدي نو بنالتي. خطأ ما فماش، ركنية في رأيي هذه فيها ضربة جزاء لبرشلونة. الحكم ماذا قال؟ بينالتي للبارسا، ضربة جزاء فماش كلام. الكرة بتتويج الهدف الثاني يمشي الكينج ليفاندوفسكي ويسجل هدف التعادل لبرشلونة. 1-1. فسخ، هات القلم، اكتب جديد والماتش يعاود من جديد. هدف التعادل للبرشلوني. هدف التعادل هو صاروخو، سجل 11 هدف. والهجمه المرتده من جديد، يلعب الكونتر اتاك بحدود امكانياته. طالب بتدعيم راتبه وزياده الراتب البايرن الغيره. يتقدم برشلونه من رافينيا هل هي لعنة بيلا جوتمان؟ خطيرة والثاني اللعنة يا جوتمان، ولكن يتصدى الدفاع والحارس الكرواري يجري يهرب. يهاجمون بالفرنسي كوندي. الركنية القادمة القراب من التأهل، والغريب أنه أقواهم باريس سان جيرمان غدا يلعب. الكرة تمشي خطيرة للمخضرم أوتاميندي يضرب الدفاع، يخرج الحارس تعمل فرصة. هدف الثاني مش ممكن أنزو منقص طيح صاحبه والكرة جول. اليوناني ما عندهم كورة، عندهم أفلاطون وأرسطو وسقراط، عندهم رجال الحربية، عندهم شعراء وأمجاد الزمان، ولكن بافليديس يقول أنا في بلاد الإغريق، أنا من أغرق برشلونة بأي طريقة سألت. هدف كوميدي يقبله برشلونة. بالدي مع خروج تشيز. الشوط الأول خسر المعركة. 13 بنالتي. الدفاع الإسباني الصيدية أروخو يغطي والركنية ما خرجتش. أين الكرة يا مخرج؟ ولكن اعتقد مع بنفيكا نصف الشوط رائع. والكرة من لامين، وين دخلاتك يا مان؟ يواجب حل على اليمين خطيرة، فرصة للثالث مش ممكن. فيعاق الحكم يقول ضربة جزاء للصقور. الصقور عادت لكم لتحلق، مش ممكن في دار بالدي يرتكب المحظور. الحارس يغادر واكثر من اجل التقدم اكثر.
وتشيزني للايقاف، يمشي والثالث بافليديس هاتريك، هاتريك، هات الهاتريك، بافليديس جول، 3 بافليديس 1 نادي برشلونة، ورفع علم اليونان في قلب لشبونة بعشق كرة القدم ومن عشاق الفوتبول. 3-1 3-1 بنفيكا في نص مشكلة. ليفاندوفسكي اوفسايد، نقطة، فرصة للرباعية، فرصة للرباعية والتصديق. التوجه الهجومي أمام فريق خطير في الهجمات المعاكسة. ومشكلة مسات المباراة، نعم، تهديد مرمى برشلونة بالمرتدات، تمشي والكرة تجي ممتازة. لامين يامال أول حضور، وفي خطأ ضد لامين، في خطأ على الكرة الرافينيا، رافينيا حلو، صعبة حاليا، بينما الثانية لامين يامال كاد يفتح باب التسجيل. يتقدم البولندي، هي كرة الأمل، وتفوق في الشوط الأول. حتى الكرة فماش تسلل، فما عرضية والدفاع موجود. برسا لقى مشاكل كبيرة هجومية اليوم في تجاوز تنظيم دفاع فريق لشبونة. يمشي والدفاع يسيس، يلعب عرضية، برشلونة بتشيزني، كوندي، بالدي، وفرصة للرابع والركنية. وقفنا عند بالدي، الرابعة روخو برقم 4، 2 كوبارسي، 8 بيدري، كاسادو، رافينيا حلوة الباس بالراس طار، الكرة تمشي لهدف ثاني عن طريق بيدري، كوندي، ويضيع الفرصة كوندي، فماش تسلل الفرنسي يودر 3-2. وفي 3 دقائق البرص بعد الأربع، بعد التوزيع الكرة ترجع، مراوغة ممتازة، وين فرصة للرابع والسيناريو غريب، الكرة تمشي عرضية توصل، الهدف الرابع سوبر هاتريك يا ابن اليونان، السوبر هاتريك يا ابن أثينا، من أثينا ولا من إيراكليس ولا من سالونيك، أينما جئت ومن أين تحليق مرة الرابعة، يصعد دينه، يمشي بالكرة خطيرة والحنان، لشبونة تستعرض وضرب الدفاع خطيرة، والرابع فرصة، والرابع مش ممكن ضاعت الفرصة، فرصة الهدف الرابع هدرها النرويجي ابن اوسلو اورسنس، والكرة خطيرة ويخرج تشيزني، ممكن اقوى مع احترامي للسقوط. بالدي، هي الكرة للتسديدة، ويني بعيدة الكرة من لامين يامال، كاسادو يلعب الكرة لامين يامال من جافي، خطيرة بيدري، هذه خطيرة، بيدري، ليفاندوفسكي محط الساقو، ليفاندوفسكي محط الساقو، خطيرة برشا لبرشلونة، ملعوب ديونغ بيدري، يشوط كرة بيدري والحارس. في هكذا وضعيات ممتازة، تمشي الكرة والدفاع إلى خطورة من جديد، والهدف الثاني لبرشلونة، الهدف الثاني، كرة مباغتة في مرمى روبين، ماذا أخطأت وماذا أهدرت، واللقاء يفتح من 3-2، فتح التي بافليديس، يمشي التسدي بنفيكا، مشات الكرة، وصلت التوزيعة، والرباعية ما زالت قائمة، فرصة متاحة، كرة سانحة، والرابع، والهدف الرابع، مش ممكن يا روخو، البافليديس عجيب، سحار يا بافليديس، يضغط على روخو، وروخو يخاف ويحط الكرة في الشباك. هذا الهدف الموعود السادس، كان للثالث أم لرابع؟ الإجابة هي في مرمى فريق برشلونة لمرة الرابعة. يامال حط كرة ممتازة، مشي اللي يعمل كنترول، صورت بين الكنترول نجح، يمشي عند بيدري، خطوا لامين، فرصة مش ممكن، والحكم يقول ضربة جزاء، بينالتي لبرشلونة. هذا البرشلوني لا تصدقونه، جديدة قد تأتي الآن، خروج ليفا والبينالتي مع تروبين، ليفا ويحطها في نفس المكان، خفت عليك يا ليفاندوفسكي، فليك يوري وجهه كيف فماش تسلل ولا كيف ما تشاف، وفرصة 4-4 ماتش للتاريخ، يلعب كرة بالراس الرابع، الهدف
الهدف الرابع هو 4-4 برشلونة، 4-4 برشلونة سجلها إيريك غارسيا. ما هذا يا كتالوني؟ من راهن على خسارتكم مجنون، ومن راهن على عودتكم يعشق برشلونة ويفهم برشلونة ويعرف سر برشلونة ويعرف من هناك. يلا 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 جول، يلا جول 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 جول. كان جولاتو يا رافا، مش ممكن على كرة القدم، مش ممكن على كرة القدم. ريمونتادا للأسطورة، ريمونتادا للأسطورة. يا كاتب التاريخ تيجي الليلة واكتب مش ممكن. شوف الكرة، هل فيها بنالتي؟ هل فيها إعاقة؟